شاهد مولاي الحسن وهو يقرأ القرآن، صوته في القرآن صدم الملايين، سبحان الله. مولاي الحسن ابن محمد ولي عهد المغرب، الابن البكر للملك محمد السادس من زوجته الأميرة سلمى بناني، وهو بحسب خط الخلافة على العرش المغربي الوريث الواضح لعرش المملكة المغربية بعد أبيه الملك محمد السادس. سمي بالحسن على اسم جده الملك الحسن الثاني، ويشتهر باسم الحسن الثالث، وهو أصغر ولي عهد في العالم. يشارك الأمير الحسن في الأنشطة السياسية، وينوب عن والده منذ أن كان في 13 من عمره، وبالرغم من صغر سنه إلا أنه محل تقدير في الأوساط السياسية، حيث يشارك في عدد كبير من الأنشطة والمناسبات السياسية سواء مع والده أو بالنيابة عنه. يرى الكثيرون أن الحسن الثالث يتم إعداده بأفضل الطرق الممكنة ليكون خلفا لوالده في قيادة المملكة. حصل في يوليو عام 2020 على شهادة البكالوريا في تخصص علوم اقتصادية واجتماعية، ويجيد التحدث ب3 لغات، الفرنسية والإنجليزية والأسبانية. ويعرف عن الأمير الحسن بن محمد أنه متدين ويهتم بالأمور الدينية، ويشارك في المناسبات الاجتماعية والدينية. وقد انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مولاي الحسن وهو يقرأ القرآن بصوت جميل، وهذا الصوت صدم الملايين. فلنشاهد الفيديو سويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي النهاية، إذا أعجبك صوت مولاي الحسن في قراءة القرآن فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، وعطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا لكم على المتابعة.